في دراسة بتقول إن أكتر من 70% من الناس اللي بتفكر تفتح بيزنس بتفشل قبل ما تبدأ، علشان بيكون موجود عندهم القناعة إن لازم الأول قبل ما أفتح بيزنس وقبل ما أنجح وقبل ما أطور من نفسي لازم يكون عندي رأس مال كبير جدا علشان خاطر أقدر أكسب وأقدر أحقق النجاح المطلوب. ولكن لو جيت تركز هتلاقي إن معظم الأساطير أو الناس اللي معاها فلوس كتير جدا جدا ونجحت في حياتها بشكل كبير جدا بدأت من الصفر. أفتكر مرة كنت في الإعدادي، يعني المفروض واحد في سني كان يبقى عايش حياته، يبقى عايش سنه، ولكن أنا كنت بعمل دايما حاجة مختلفة. كنت دايما بروح لتجار الجملة وأبدأ أطلب منهم بضاعة أخدها وأبيعها، وبعد ما أبيعها أبدأ أدي للناس دي فلوسها، والمكسب بتاعي باخده وأحطه في جيبي. وقتها ما كانش السوشيال ميديا بالشكل اللي احنا عليه دلوقتي، يعني حاليا تقدر بالموبايل بتاعك دلوقتي يكون عندك راس مال من لا شيء. وقتها كان الموضوع صعب جدا. في الوقت ده كان واحد بس اللي وافق على فكرتي وكان بيديني بضاعة من غير ما اديله أي فلوس. كان دايما البيئة المحيطة اللي حواليا شايفة ان اللي انا بعمله ده جنون. كنت بلاقي كلام كتير جدا منهم كلام كله احباط، ودي غلطة من غلطات كتير في حياتي انا وقعت فيها وسمعت كلامهم ومش عايزك تغلط الغلطة دي. وبعد 4 سنين اكتشفت ان واحد صاحبي كنت معرفه الفكرة وكنت بشرح له كل حاجة، نفذها ونجحت وبقى عنده مصنع وبقى عنده ناس شغالة تحت ايده ونجح بشكل كبير، وغير البيئة اللي هو فيها لبيئة صح وبيئة احسن وافضل كمان. لو جيت تركز في كلامي هتلاقي ان الفكرة اصلا من البداية هي فكرتي، ومن البداية انا نفذت واخدت خطوة كبيرة جدا في الموضوع ده، زائد ان انا كمان كسبت فيه كتير جدا واجرت محل وكان الموقع كويس جدا. في الوقت ده انا دهنت المحل وعملت اللي اقدر عليه بدون ما اخد جنيه واحد من اي حد. كل جنيه انا كنت بشتغل بيه في الوقت ده كنت بحط جزء منه في البيت وجزء منه في المحل ان انا اجهز بيه حاجة معينة. وعملت مرة مطعم ب 35 جنيه، والله العظيم، والمطعم ده كان ناجح جدا وكان واقف على رجليه. وفي حلقات تانية هحكي لك القصة دي وازاي قدرت ب 35 جنيه بس افتح مطعم اللي كان نفسي فيه. مؤلف كتاب الاب الغني والاب الفقير روبرتو كيوساكي كان طفل عنده 9 سنين، هو وصديق ليه اسمه مايك. كيوساكي قال للواد مايك ايه رايك كده نكون اغنياء؟ فالواد مايك في الوقت ده معروف ان باباه غني جدا وعنده مصانع كتير جدا وعنده محلات كتيره جدا وشاطر جدا جدا في التجاره. فالواد مايك قال له ايه، ما تيجي نسال بابا، نحاول نتعلم منه، نحاول نطلع منه بمعلومه. فالحاج والد مايك في الوقت ده قال لهم جمله علقت في دماغهم قوي، قال لهم ان المشكله مش انكم ما معكوش فلوس، ولكن المشكله الحقيقيه هو انكم فاكرين انكم علشان تنجحوا عايزين فلوس، علشان تحققوا اهدافكم عايزين فلوس، علشان توصلوا لكل حاجه انتوا بتحلموا بيها محتاجين فلوس. امال يا حاج ابو مايك محتاجين ايه؟ طبعا يكونش محتاجين دعواتك. قرر الحاج ابو مايك ان يشغلهم عنده في المحل بتاعه وقال لهم انا هديكوا في الساعه 10 سنت، يلا بسيطوا. المهم الاتنين قبلوا بالشغل عادي جدا، ولكن بعد فتره حسوا بالزهق وحسوا ان الفلوس اللي بيقبضوها دي قليله جدا جدا. فالاب الغني في الوقت ده قال لهم تعالوا انتوا الاتنين، انا بس حبيت اعرفكم الدرس، حبيت ابين لكم مش شرط يبقى معاك فلوس علشان تبدا، ولكن الصح انك تتعلم تفكر بطريقه مختلفه، تتعلم انك تفكر وتخرج بره الصندوق. فعلمهم بعد كده انهم يحاولوا يستغلوا المواد اللي حواليهم بدون ما يستنوا الفلوس. فاللي انا قصدي عليه في الوقت ده انك مش محتاج فلوس علشان تبدا، ولكن انت محتاج الاول البدايه. مفيش مصنع بيكسب دلوقتي غير لما ابتدى بفكره. لو الفكره ما كانتش موجوده ما كانش فيه مصنع، ما كانش فيه عربيه، ما كانش فيه طياره، ما كانش فيه بيزنس، ما كانش فيه مصانع، ما كانش. فلو انت دايخ في الحياه لازم الاول تحاول تدور على الفكره. انا بعرف اعمل ايه، انا اقدر اعمل ايه، انا شاطر في ايه، ايه الحاجه اللي ممكن اعملها او ايه الحاجه اللي ممكن ان اكون مبدع فيها. في شخص في كتاب ذا 100 ستاند اب، الشخص ده كان بيحب دايما السفر، كان بيحب دايما يسافر كتير جدا، لكن الشخص ده ما كانش معاه فلوس. اكيد طبعا هتقول يقعد في بيتهم ما يوجعش دماغنا وخلاص، ولكن يا صديقي ده اللي انا قلته بالظبط. ولكن اللي تقدر تستفاده من الجمله اللي هقول لك عليها دلوقتي هتفيدك بشكل كبير جدا، ان الشخص ده بدا يفكر بره الصندوق. اجيب فلوس منين؟ اول مهاره قال لنفسه انا بعرف اعملها هي الكتابه، انا بعرف اصور. فقال لك على طول انا هبدا اصور رحلاتي كلها، كل لقطه وكل حاجه انا بعملها انا هصورها، وكل شيء انا بعمله هكتبه في المقالات بتاعتي. في البدايه لو جيت تركز معايا كده هتلاقي ان الشخص ده صرف حوالي $100 او يمكن اقل من $100 كمان. جاب بال$100 دول ايه؟ طبعا جاب كاميرا مستعمله وبدا يعمل موقع علشان يقدر ينزل عليه كل حاجه ويقدر ينزل عليه المقالات اللي بيكتبها كلها. بعد فتره الشخص ده بقى عنده متابعين كتير جدا من الناس اللي بتحب السفر، الناس اللي بتحب جو الرحلات. اللي تقدر تشوفه هنا في رحله زي دي من واحد ما كانش معاه ولا مليم، من واحد ما كانش عارف يسافر ازاي، لان الشخص ده اتحول ان في ناس كتير جدا من الشركات اللي موجوده في العالم كله بتحاول انها تتواصل معاه علشان يسافر ببلاش على حسابهم ويقدر يستكشف الاماكن دي ويستكشف البلاد دي كلها ويوري للناس قد ايه الاماكن دي جميله وقد ايه
والاماكن دي سهله والطيران ده جميل وتقدر تحجز من هنا ومن هنا وشركه كذا وشركه كذا. واللي كان بيدور على فلوس ده بقى بسم الله ما شاء الله معاه فلوس كتير جدا. وكل ده لو جيت تركز فيها هتلاقيه كان عامل زيك بالظبط، قاعد مش عارف يعمل ايه، مش عارف يطور نفسه ازاي، قاعد مش عارف يجيب فلوس منين. انت النهارده قاعد بتشتغل مثلا عند الناس، بتشتغل عند واحد ب 100 جنيه ب 150 جنيه، بتقبض في الشهر 5000 جنيه 6000 جنيه 7000 جنيه. اكيد في مهاره معينه انت بتعرف تعملها، حاول تدور على الحاجه دي. تقدر تكتب سكريبت، اكتب سكريبت وبين للناس الحاجه دي. بتقدر انك تكتب مقالات كتير جدا، اعمل ده. بتقدر انك تصور، اكسب فلوس من التصوير ده. بتقدر مثلا انك توثق حياتك بشكل جميل وبشكل يخلي الناس تحب الحاجه دي، اعمل ده وما تستناش. ولكن حاول على قد ما تقدر انك تفكر، فكر في المرونه، فكر في الاداء، فكر في الحاجه الجميله اللي تقدر تعملها وتقدر تكسب منها فلوس. ما تستناش ان الزمن هو اللي يغيرك والزمن هو اللي يبدلك والزمن هو اللي يجيب لك الفلوس. ما تستناش ان احمد ومحمد ومش عارف مين ومين هيساعدك علشان تتغير للاحسن وللافضل. ما تستناش انك تعيش تحت رحمه الوظيفه وتستنى الوظيفه تجيلك لحد عندك. اتحرك وفكر وحاول انك تساعد نفسك. حياتك هتتغير 180 درجه. وكل ما كنت شاطر وكل ما كنت بتتعلم اكتر، كل ما هتأثر المدة على نفسك وكل ما هتأثر الوقت على نفسك وكل ما هتكسب اكتر وفي وقت اقل. انت النهارده ممكن يكون عندك مهارة وانت ما تعرفش، مهارة تزود دخلك. لو انت بس شلت الغشاوة من على عينيك وركزت في المهارة اللي بتعرف تعملها. تقدر تقول للشخص اللي عنده شركة عقارات النهارده بدأ ازاي؟ الشخص اللي بدأ سمسار من لا شيء، ما دفعش اي فلوس خالص، كان بيحاول يعرض الشقة دي والشقة دي والشقة دي ليك وليا ولاي حد وياخد مني ومنك ومن اي حد لحد ما كون فلوس. وبعد ما كون الفلوس فتح شركة، وبعد ما فتح الشركة بقى عنده 1 و2 و3 والموضوع بدأ يكبر معاه. فانت تقدر تعمل ده. ده واحد كون مستقبله وده واحد نجح في بلده ونجح في حياته من ولا شيء. هل الشخص ده قال لا انا هستنى لما يبقى معايا $1,000,000؟ لا طبعا. ولكن الشخص ده استخدم ذكائه، استخدم شطارته في البيع. طيب علشان تقدر تكون مستثمر شاطر وتبدأ زي ما اي حد بيبدأ بدون راس مال، زي ما هو واضح في عنوان الحلقة، رقم 1 هتبدأ تستثمر في مهاراتك. علشان تقدر تكسب فلوس من ولا شيء لازم تغير فكرتك. لازم تكون فاهم كويس جدا انك لو عندك مهارة وانت بتقلل من قيمتها عمرك ما هتشوفها. انت بتعرف تتكلم قدام الكاميرا، يعني تقدر تزود دخلك من حاجة زي دي. انت مثلا بتمسك الموبايل وتقدر توثق حياتك وتقدر توثق رحلات يومك كلها. ولكن انت شايف ان حاجة زي دي بسيطة جدا ومش هتزود دخلك ولا حاجة وبتحاول تقلل من قيمة الحاجة دي، فبالتالي انت مش هتشوفها. انت مثلا شاطر في كتابة السكريبت، شاطر في كتابة المقالات، شاطر مثلا في المونتاج، شاطر في تصميم الجرافيك، تقدر انك تزود دخلك منها. ولكن انت بتقلل من نفسك في الحاجة دي. انا شاطر في الحاجة دي فعلا ولكن عمري ما هكسب منها، عمري ما هوصل للنقطة اللي انا بشوفها ان يبقى عندي فيلا وعربية ومستثمر ناجح وناس شغالة تحت ايدي. عمري طول ما انت مقلل من مهارتك، طول ما انت مقلل من الحاجة اللي انت شاطر فيها، لا عمرك هتشوفها ولا عمرك هتنجح فيها ولا عمرك هتقدر انك تطور من نفسك فيها. تخيل معايا كده لو انت مثلا بتعرف تكتب سكريبت وجيت قدمت نفسك مثلا ان انا يا جماعة بعرف اكتب سكريبتات لو حد محتاجني، او مثلا انت بتعرف تترجم مقالات معينة، او مثلا يا جماعة انا بعمل كورسات 1 2 3 وببيع الكورسات دي اونلاين. لو انت مثلا شاطر في مجال الكوتشنج وبتقدر تقنع الناس وبتقدر مثلا انك تحاول تساعد الناس في انها تطور من نفسها وانها تنجح تقدر تعمل ده وتزود دخلك من ده، وتحاول انك تعمل كورسات وتحاول تزود دخلك من خلال الكورسات دي مثلا. صدقني يا صديقي انت مش محتاج تبدأ بحاجة واو بحاجة كبيرة، ولكن انت محتاج تبدأ بالحاجة اللي بتعرف تعملها، محتاج تبدأ بالحاجة اللي انت شاطر فيها الاول. اللي يفرق دايما بينك وبين اي حد ناجح ان الشخص الناجح عرف المهارة بتاعته هتوديه فين وقدر يستغلها صح. ولكن انت واقف مكانك، انت بتتفرج، انت واقف تعد الارقام، تقلب على السوشيال ميديا، سكرول طول النهار والليل من غير اي فايدة خالص ومن غير ما بتطور من نفسك ومن غير ما بتحاول انك تاخد خطوة لقدام. في فترة من الفترات كان واحد صاحبي بيعاني من الديون بشكل كبير جدا. كل ما يتكلم معايا يقول انا مديون في كذا وكذا وكذا، لدرجة ان كان بيشتغل دوام تاني علشان خاطر يقدر يوفق ما بين بيته ويقدر يوفق ما بين الديون اللي يسدها والفلوس اللي عليه طول الوقت. الشخص ده كان دايما بيحكي لي ان بيسمع كلام يزعل من ناس شغالة معاه اصغر منه بكتير، ولكن في يوم قرر ان يستغل المهارة بتاعته صح. قرر
قرر ان يستغل شطارته في الطبخ بطريقه صح. فتح قناه على اليوتيوب وبدا ينزل وصفات للناس سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك. شوف الجمال بقى، هو فضل شغال في المطعم ده وفضل شغال في المطعم التاني، يشتغل هنا شويه ويشتغل هنا شويه، تمام لحد كده. وكل ده يروح البيت يقعد ساعتين، يقعد 3 ساعات يصور الوصفات بتاعته وينزلها، وساعات يصور الوصفات بتاعته وهو شغال في المطعم وينزلها برضه للناس على قد ما يقدر، لحد ما وصل لمنطقه معينه من المتابعين والريتش وبدا يتعرف عند الناس. بدا يسيب الشغل هنا ويسيب الشغل عند الناس وبدأ يستقل للقناة بتاعته اللي زود دخله من خلالها. بدل ما كان عنده 100 و200 و300 ألف متابع بقى عنده 1,000,000 و2,000,000 متابع. لو جيت تركز معايا هتلاقي ان الشخص ده ما صرفش جنيه على كل ده، اكتر من فلوس النت واكتر من فلوس المكونات اللي هو بيستخدمها فقط. الجميل مش بس هنا كمان، لا الجميل بقى ان الشخص ده لما تعرف بدأت الناس تطلب منه وجبات من البيت، فبدأ يعمل وجبات في البيت ويبعتها دليفري للناس. شوف الجمال وشوف العظمه، بعد ما كان شغال عند الناس قناه بتجيب فلوس، والوصفات اللي الناس بتطلبها منه او الاوردر اللي الناس بتطلبه منه هو كده كده بيصوره اوريدي تمام، وهو بيجهزه وبينزله للناس. يعني ما بقاش محتاج يشتري مكونات، لان الناس بتبعت له فلوس عشان يشتري مكونات علشان خاطر يعمل الطبخه اللي هم طالبينها. فبالتالي هو كل اللي عليه انه يصور ويمنتج ويرفع على النت فقط لا غير. يعني ما بيدفعش اكتر من فلوس النت فقط، يعني بيكسب من الحالتين من غير ولا مليم. حد تاني بيتعلم ازاي يقدر يشتغل في مجالات مختلفة وهو قاعد في البيت مع شركات معينة، سواء في الخليج سواء بره في دول اوروبا، ايا كان تقدر تشتغل مع الشركات دي وانت قاعد مكانك من غير ولا شيء. كل الحكاية ان الناس دي بكل بساطة اخدت كورسات كتيرة في المجال اللي هم حابين ينجحوا فيه. الكورسات دي طورتهم، سمعوا فيديوهات برضو من على اليوتيوب كتير جدا. فبالتالي بكل بساطة الناس دي لما تعبت واشتغلت على نفسها سنة واتنين واخدت كورس واتنين وتلاتة وبدأت تعرض شغلها للناس وتعرض شغلها لكل الشركات، ايه اللي حصل؟ حياتهم اتغيرت 180 درجة. النهاردة ده بيقبض بالعملة الصعبة وهو قاعد مكانه. عايز تكسب فلوس، عمرك 16 سنة، عمرك 18 سنة، عمرك 30 سنة، عمرك 40 سنة، عمرك 50 سنة، ايا كانت المهارة بتاعتك لازم تنفذ اللي انا بقولك عليه ده النهاردة قبل بكرة. لو ما قدرتش انك تواكب الزمن وما قدرتش انك تكسب من مهارة الذكاء الاصطناعي وما قدرتش انك تطور من نفسك وتعرف ازاي تستفاد من العنصر او تستفاد من الشيء اللي البشر اخترعوه ده وتخليه هو اللي يخدمك في مهاراتك وحياتك اليومية وتكسب من وراه فلوس، انت هتتعب وهتفضل معرض انك تشتغل عند ده وعند ده وعند ده براتب شهري. والراتب الشهري ده لو ما قدرتش او تعبت او ما قدرتش تكمل ما هتقدرش تاكل ولا هتقدر تشرب، وهتلاقي نفسك في النهاية انت بتنزل وكل الناس اللي حواليك بتنجح وبتطور من نفسها وبتكبر. فعلشان تقدر يكون عندك راس مال بدون اي فلوس خالص، ابدأ بالمنصات المجانية وهتدعيلي. المنصات المجانية هتعلمك كتير جدا زي اليوتيوب. اكبر غلطة ممكن تخليك تفشل في حياتك، اكبر غلطة ممكن تخلي كل الناس اللي حواليك تتحكم فيك، اكبر غلطة ممكن تدمرك، اكبر غلطة ممكن تخليك ما تقدرش تكسب فلوس وتخليك فاشل في حياتك وتدمر حياتك بشكل كبير جدا وتخليك مش قادر تنجح في اي شيء، هو انك تستنى انك تجهز، هو انك تستنى ان يكون معاك فلوس علشان تعمل المشروع ده. فلازم تفتح عينك، لازم تعرف ان اقوى اداة موجودة في ايدك، اقوى اداة هتساعدك انك تكسب فلوس هي السوشيال ميديا. لو قدرت تستخدمها صح، سيبك من القذارة اللي بنشوفها دي، ولكن لو قدرت انك تستخدمها صح في انك تطور من مهارتك من خلال السوشيال ميديا وتتعلم من خلال السوشيال ميديا، سواء تتعلم لغة، سواء تتعلم ازاي تكتب سكريبت، سواء تتعلم ازاي تتكلم قدام الكاميرا، سواء تتعلم ازاي انك تطور من المهارة اللي انت بتمتلكها دي علشان تقدر تساعد نفسك في انك تزود من دخلك من خلالها. صدقني هي اللعبة من البداية ايه؟ اللعبة من البداية محتاجة بس منك ذكاء وتفكير مش مجهود كبير جدا. يا اخي ده انت لو طلعت حكيت كل يوم قصة كفاحك زي ما ناس كتير بتعمل على السوشيال ميديا هتنجح برضه والناس هتحبك وهتدعمك. رقم 2، بيع قبل ما تصنع. اكبر غلطة ناس كتير جدا بتقع فيها ان عشان خاطر تفتح مشروع وعلشان خاطر تنجح في المشروع ده بتفضل تجهز للمشروع ده ممكن سنين كمان، ممكن تفضل قاعدة شهور
كبيرة جدا علشان تجهز في المشروع ده علشان يطلع احسن حاجة، ولكن في الاخر لما بتيجي تشتغل وتيجي تفتح المشروع تكتشف بعد ما صرفت وبعد ما قعدت الوقت ده كله ان المنتج اللي هم بيبيعوه ده الناس مش طالباه. ولكن الذكاء هنا اللي انا بكلمك عنه بقى هو انك تحاول تبيع المنتج اللي عايز تستثمر فيه ده قبل ما تصنعه اصلا. مش فاهم برضو انت قصدك ايه؟ حاول انك توضح علشان افهم انت عايز تقول ايه. يعني ازاي هبيع منتج هو مش موجود اصلا؟ يعني بكل ذكاء في شركات كتير جدا تبدا تصمم اللوجو وتبدا تصمم المنتج وتبدا تبين للناس ان المنتج ده موجود يا جماعه، وتبدا تعمل دعايه للمنتج ده وتشوف هل المنتج ده هينال اعجاب الناس ولا لا. ولو لقيت المنتج ده عجب الناس بتبدا انك تصنع وتبدا تشتغل والدنيا تمام. ولكن لو لقيت معلش طلب وحسيت ان ناس كتير مش مهتمه بالفكره، ما ينفعش انك تبدا، ما ينفعش انك تستثمر في حاجه زي دي. زي مثلا في واحد ممكن يبقى عنده فكره تيشيرتات معين، فكره التيشيرتات او تصميم التيشيرتات دي مختلف تماما عن اللي موجود في السوق. من الطبيعي جدا وانا بقول لك كده ان التصميم مختلف عن اللي موجود في السوق انك هتروح تجيب 1000 قطعه وتبدا يلا يا عم هات وخزن وابدا اعرض على السوشيال ميديا، فتكتشف بعد كده ان المنتج ده الناس مش حباه. ولكن الشخص الذكي بيبدا يعمل ايه؟ بيبدا يجيب 100 قطعه ويبدا يبيع من خلال السوشيال ميديا ويشوف ردود الافعال عامله ايه. في ناس تانية بتبدا تشغل دماغها وتقول لك ايه، لا يا عم انا مش هجيب 100 قطعه. طب انت هتعمل ايه يا سيدي؟ بكل ذكاء هروح لواحد جميل لذيذ كده يبدا يعمل لي تصميم ديجيتال. تصميم الديجيتال ده بيبين لك التيشيرت قدامك كانه هو موجود على ارض الواقع. انت بتشوف التصميم ده على السوشيال ميديا، بتعمل له الدعايه وتبدا تشوف ردود الافعال بتاعه الناس. لقيت الدعايه دي جابت اوردرات كتير جدا او لقيت ناس كتير جدا بتسال عليه، بتبدا انك تصنع وتبدا تجهز عشان تبيع الاوردرات اللي جات لك دي. اوقات كتير جدا انت بتكون عايز تفتح مشروع علشان تكسب فلوس كتير جدا، ولكن بتبدا تقول لنفسك انا ما عنديش فلوس. قال لها طب انت هتفتح ازاي؟ طب انت جاي توجع دماغنا ليه؟ طيب في ناس كتير جدا بتبدا تستغل النقطه دي، تقول لك انا ما عنديش معدات، انا ما عنديش كذا، انا ما عنديش فلوس، انا ما عنديش كذا. ولكن علشان يكسب فلوس ويجيب فلوس من لا شيء يبدا يشغل دماغه ويروح يجيب بضاعه من بتاعه ناس تانية، يعني صور ومنتجات لناس تانية ويعرضها عنده ويحاول يبيعها. شوف هو بيبيع الهوا لحد دلوقتي. ولكن الفكره كلها انك بتكون متفق مع الناس دي انك تبيع لهم المنتجات بتاعتهم، او متفق مع الشركات دي انك تبيع لهم المنتجات بتاعتهم وتسوقها لهم وتاخد عمولتك على كل اوردر بيطلع او على كل حاجه بتتباع. وده اللي احنا دايما بنسميه التسويق بالعموله. لو انت عايز اعمل لك حلقه بالتفصيل عن موضوع التسويق بالعموله ده اكتب لي في الكومنتات، هيساعدك بشكل كبير جدا. وفي ناس كتير جدا حققت منه مكاسب رهيبه. في ناس تانية بتبدا تشغل دماغها من زاويه تانية، انا عندي المهاره وليكن انا بعرف اطبخ كويس جدا جدا جدا. في شخص تاني ممكن يكون عنده معدات المطعم وعنده المكان. انت مش هتدفع فلوس يا سيدي، انا هشاركك بمهارتي وانت بالمعدات وبالمكان وبالفلوس والكلام ده كله. بس يبقى انت كده هتلاقي نفسك بقى عندك فلوس وعندك دخل وعندك امكانيات من ولا شيء ولا حاجه. وبعد ما ربنا يكرمك والدنيا تمشي معاك تقدر تفتح برضه شركه تاني مع الشخص ده بس في مكان تاني وتالت ورابع، والموضوع يبدا يتوسع معاك ويبقى شغال تحت ايديكوا ناس كتير جدا وفتحتوا بيوت ناس تانية كتير جدا. حد تاني مثلا بيحب التصوير جدا ولكن هو ما عندوش معدات يبدا بيها ان هو يصور، يعني ما عندوش كاميرا بروفيشنال، ما عندوش اضاءه بروفيشنال، ما عندوش الحاجات دي كلها، ولكن بيبدا يشغل دماغه ويكسب من المهاره دي. ازاي؟ ان يبدا بالموبايل يصور. وفي ناس كتير جدا على فكره بتحقق مكاسب رهيبه من الموبايل او من التصوير الموبايل عامه، لحد ما الناس دي ربنا بيكرمها وبيوفقها في اللي هي فيه وبتبدا تجيب كاميرا وبعدين معدات اضاءه وبعدين مش عارف ايه. واظن في ناس كتير بتقدر تعمل ده بسهوله جدا. فانت كده مش بتستنى لحد ما حد يجي يديك فلوس عشان تبدا، انت كده مش بتستنى لما يبقى معاك مليون او 100,000 او 200,000 علشان خاطر تبدا، ولكن انت اتحركت، انت اللي رحت لهم، انت اللي قلت لهم انا موجود. فبالتالي هتلاقي الفلوس هي اللي بتجري وراك وهي اللي بتعرض نفسها عليك. رقم 5، ابدا صغير ووسع تدريجيا. ناس كتير جدا بتحلم انها تبدا مشروع ضخم جدا جدا وتصرف عليه فلوس كتير جدا وتفتح بدل الفرع 2 و3 و4 و5 في كل مكان في العالم. ولكن لو جينا نركز على كل مشروع ناجح، لو جينا نركز على كل براند ناجح، لو جينا نركز على كل اسطوره او كل شخص نجح في شركته او في البراند بتاعه بشكل كبير جدا، هتلاقيه بدا من الصفر، بدا من عربيه في الشارع، بدا من مطعم صغير جدا، هتلاقيه بدا من لا شيء، بدا من حاجه كان شغال بيها عند الناس. المهم انك هتلاقي الشخص ده بدا من تحت 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 الصفر كمان. اللي اقصده من كلامي انك تقدر تبدا وتقدر تنجح وتقدر تطور من اقل الامكانيات عندك. واول يا سيدي ما ربنا يكرمك واول
ما تمسك ارباح وتبدا تجمع فلوس، ابدا طور من نفسك واحده واحده واطلع السلمه واحده واحده. تخيل معايا كده عندك فكره منتج، والمنتج ده انت شايف ان هيكسبك كتير جدا، فبتبدا بكل بساطه تعمل نسخه من المنتج ده وتبدا تعرض النسخه دي على عدد قليل جدا من الناس. ولكن لو حصل العكس يبقى انت وفرت على نفسك وقت، ووفرت على نفسك فلوس، ووفرت على نفسك ازمه قلبيه ممكن تحصل لك كمان بعد الشر عليك. يعني لو انت مثلا كده ذكي وبتقدم خدمه معينه من على السوشيال ميديا زي مثلا شغل التصميم، مش لازم انك تاخد من العميل فلوس كتير جدا، ولكن علشان تظهر وعلشان تبين نفسك وعلشان يبقى عندك سي في محترم وانا شغلي اهو تمام، ممكن تبدا في انك تحاول تاخد جزء بسيط الاول. يعني لو غيرك مثلا ممكن ياخد 10، انت ممكن تاخد مثلا 4، ممكن تاخد 3، ممكن تاخد 5 مثلا. لو انت مثلا عايز تفتح مشروع لبس، جرب انك تعرض جزء من اللبس ده على الناس اللي موجوده حواليك الاول. لو لقيت الناس دي مقتنعه بالستايل والفكره والشكل، ابدا اعمل صفحه اونلاين وابدا بيع للناس عادي جدا. دايما شركات جوجل ودايما الشركات الخاصه بالسوشيال ميديا تلاقيها دايما لما بتيجي تنزل اي حاجه مثلا تلاقيهم دايما بينزلوا فكره او بينزلوا جزء بسيط منها الاول. لو حسوا ان الجزء ده بيشتغل مع الناس والناس حباه ومقتنع بيه جدا، فبيبداوا واحده واحده تدريجيا يطوروا منه لحد ما تلاقي الموضوع وصل بشكل كبير جدا. ولكن لو حسوا ان الموضوع مش فيه اهميه عند الناس، ما بيهتموش بتحديثات الحاجه دي او ما بيهتموش ان هم يطوروا منها اصلا، الا اذا هم شايفين ان الحاجه دي هتنجح فبيحاولوا يحدثوا مره واثنين وثلاثه لحد ما الموضوع ينال اعجابك بعد كده. الذكاء الاصطناعي اللي انت بتشوفه النهارده هو ما بدأش بالشكل المرعب ده، ولكن بدأ بحاجه بسيطه جدا، وكل مره قعدوا يطوروا. طيب الشخص اللي عمل الذكاء الاصطناعي ده عمله بفلوس كتير؟ لا، ده ما حصلش خالص، ولكن بدأت بفكره كان مؤمن بيها، كان مؤمن ان الفكره دي هتنجح. ناس كتير جدا 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 من اللي صنعوا حاجات اثرت في البشر واثرت في حياتهم ونورت في حياتهم حاجات كتير جدا، هم الناس اللي ناس كتير جدا حواليهم اتهموهم بانهم مجانين، اتهموهم بانهم فاشلين، اتهموهم بانهم مش هينجحوا، ولكن بعد كده اثبتوا للناس كلها واثبتوا للعالم كله ان الفكره دي نجحت ووصلت للنور. فانت خليك زيهم، خليك مؤمن دايما بفكرتك ومؤمن دايما بالمهاره اللي موجوده عندك، حتى لو انت شايفها تافهه حاول انك تستثمر فيها، حاول انك تطور من نفسك فيها علشان تقدر تنجح اكتر وتقدر تنجح اسرع. صدقني يا صديقي، كل قصه نجاح بدات بخطوه صغيره ممكن تكون هي الخطوه اللي انت هتاخدها النهارده. فدلوقتي من الحلقه البسيطه دي انت عرفت ازاي تبدا من الصفر.